هاي السلام. الا قلت لك الهارد وورك والسمارت وورك شنو غيطيح في راسك؟ السيجما. رجل السيجما هو افضل مثال ديال الشخص اللي كيدير مجهود وكيلعب بالعقل في نفس الوقت. اكثر جوج حوايج مهمين بالنسبه ليه هما وقته وطاقته. هو اللي عارف قيمتهم، داكشي علاش ما كيضيعهمش في اي حاجه، وخاصه العلاقات اللي ما غترجعش عليه بشي فائده، واكثر هي العلاقات التافهه بين قوسين تصاحب. واش هادشي كيعني ان السيجما ما كيرتبطش ببنت؟ بطبيعه الحال لا، فاش كيجي الوقت المناسب ضروري ما كيرتبط، ولكن ماشي مع اي بنت، وسطر عليها مزيان. قبل ما نشوفو شكون هي اكثر بنت كتناسب السيجما، او لا الصفات اللي كينجذب ليهم السيجما في البنت، او لا الصفات اللي ضروري ما تلاحظهم انت كول في البنت اللي غتبغي تكمل مع حياتك، غنشوفو بعدا شنو كيعني الوقت المناسب بالنسبه للسيجما. بخلاصة عاد نتعمقوا من بعد. هي الوقيته اللي غيكون مكتفي فيها ذاتيا، ماديا ومعنويا. نخليو معنويا من بعد ونركزوا دابا على ماديا. السيجما ما عمره غيفكر يدخل في علاقة الا ما كانش واجد لانه يتزوج، وما عمره غيفكر في الزواج الا ما كانش مكتفي ماديا. كتفكر باسلوب الذئاب، سو ما عمرك غتدخل في هاد الهيد ديال لي غولاسيون من غير لا كانت عندك دارك وعلى الاقل مصدر دخل واحد. كيفاش كيفكر السيجما ملي كيكون باقي في مرحلة البناء؟ مرحلة البناء بالنسبة للسيجما شنو هي؟ موظف في جوج ولا ثلاثة د الخدمات باش كيجمع راس المال باش يبدا بيزنس ديالو ولا بحال هكا، هذا غير مثال. في هاد المرحلة السيجما ما كينويش ينوي يفكر في العلاقات ولا الزواج ولا شي حاجة بحال هكا. كيشوف بنت بحال كيشوف شجرة. هادي غير بالضحك ولكن راه بحال هكا. بخلاصة الولف ما كيدخل في علاقة الا الا كان باغي يتزوج، كيدخل في علاقة فقط باش يتأكد عن قرب من داكشي اللي لاحظ عن بعد. لقى داكشي نفسه في البلاصة كيقلبها زواج، لقى داكشي مختلف في البلاصة كيكاسي. كاين بلانات اهم بالنسبة ليه انفيستي فيهم اعز ما عنده وقته وطاقته، ما غيسمحش لراسو يضيعهم في التخربيق. اول صفة، ما كتقلبش على الكمال الجسدي ديالها في اعين الناس، سواء كنتو في قسم ولا حفلة ولا بارتي. المهم اي بلاصة مجموعين فيها دراري وبنات، ما عمرك غتلقاها من داك النوع اللي كتبغي تبين راسها سيكسي قدام الدراري. ابتداء من الميك اب، اللباس، الطريقة باش كتهضر، التصرفات ديالها، كيفاش كتحرك، وخاصة كيفاش كتشوف. هادشي كيأثير الأغلبية الدراري، ولكن ماشي السيجما. السيجما كينجذب للبنت اللي وسط هاد الحماق كامل غتكون جالسة بوحدها ولا جالسة مع ناس قلال، محتارمة راسها وثايقة في راسها وكدوي بهدوء، وما فيها حتى شي علامة كتدل على انها كتقلب على ديك الفايداسيون ديال بنادم تجاهها، الفايداسيون ديال بنادم تجاه الجسد ديالها، الاغراء وبحال هكا. ما كتصنعش، ما كيهموهاش السطحيات، كتصرف بطبيعتها وكتبغي تربط روابط قوية مع الناس القلال اللي دايرين بيها. السيجما الا شاف البنت كتحاول تكون مثيرة قدام عامة الناس في البلاصة غيقلب. من بين اكثر الحوايج اللي كيراقبهم السيجما في البدايات هما الاخلاص والحقيقة د البنت. ما تكونش كتكذب، ما تكونش كتخبي، وما تكونش كتصنع شخصية ماشي ديالها، حتى من بعد عاد تصدموا بكيفاش هي دايرة. ثاني صفة، الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي بالنسبة للبنت موضوع طويل ومعقد بزاف، واكثرية وسط هاد الافكار اللي كيتم الترويج ليهم في السوشيال ميديا. غنلخص وصافي. عندنا جوج بنات بجوجهم مكتفيين ذاتيا. الاولى الاكتفاء الذاتي ديالها غيخلي السيجما يعيفها، الثانيه الاكتفاء الذاتي ديالها غيخلي السيجما ينجذب ليها. النوع الاول هو داكشي اللي منتشر في السوشيال ميديا وما عنده حتى شي علاقه بالفيديو. النوع الثاني هو اللي غندوي عليه دابا. السيجما كينجذب البنت اللي مكتفيه ذاتيا، كتطور راسها، كتعلم حوايج جداد، كديفلوبي سكيلز ديالها وكتخلق افضل نسخه من نفسها، كتبحث، كتعلم، وكيكونوا عندها مصادر دخل مختلفين باش ما عمرها كطيح في دوك لي سيتوياسيون ديال الضعف. مع هي بنت غالبا غيتم الاستغلال ديالها بحال هاد الحالات. الاكتفاء الذاتي كيرد البنت قويه، البنت اللي قويه صعيب يتم الاستغلال ديالها. انا نقول لك علاش السيجما كيهمو ان البنت اللي معاه تكون قويه، سواء الصفه الاولى ولا الصفه الثانيه، بجوج دويت فيهم على الجانب من البنت اللي غيخليها تكون راجل مورا ظهرك. وهذا البلان كيهتم ليه السيجما لدرجة كبيرة، وهذا البلان كذلك هو سلاح ذو حدين. الأغلبية الدراري كيخافوا من أنهم يرتبطوا ببنت قوية، من حقهم، وأنا نقول لك علاش. منين بديت كندوي على الاكتفاء الذاتي قلت كاين جوج أنواع د البنات، دوينا على النوع الثاني، دابا غنشوفوا شنو الفرق بينه وبين النوع الأول. البنت القوية من النوع الثاني، هذيك القوة ديالها
كتصرفها فقط في انها تضيف قوة لقوة شريك الحياة ديالها، كتقوي منه، كدعمو يوصل لأهداف كبار، قادة تهز مسؤولية كبيرة، كتكون مورا ظهرو راجل، وكتحمي علاقتهم من اي طفيلي او طفيلية. البنت القوية من النوع الاول، ديك القوة كتستعملها ضد شريك الحياة ديالها، ديك اللعبة ديال انا بفلوسي بخدمتي ما محتاجاكش، كي مشيتي كي بقيتي ما عندي حتى شي مشكل. باش نكون صريح معاكم، انت كدري من حقك تخاف من انك ترتبط ببنت قوية. انا نقول لكم علاش. سواء النوع الاول ولا النوع الثاني صعيب بزاف تفرق بيناتهم. الحقيقة ديال هاد البلان ما كتبان حتى كتكونوا عايشين تحت سقف واحد. يعني من حقك تختار بنت ما قوياش وتخرج من باب واسع. اما بالنسبة ليك انت كولف، هادشي اللي قلت في الاول ما عمره كان وما عمره غيكون كينطبق عليك. انت كولف عندك اهداف كبار، كل مرة دي بيزنس جداد، اليوم في دولة غدا في دولة واحدة اخرى. المشاكل عندك بحال الاكسجين، الريسك في حياتك واخدو بحال كتاكل الخبز. ما يمكنش ترتبط ببنت ضعيفه. الا درتي غير انت اكسيدون شنو تبقى هي جالسه حداك كتبكي؟ انت كولف ضروري غتحتاج بنت قويه. الا درتي غير انت اكسيدون ما تجي فين تبري ان شاء الله حتى تلقاها كبرات البروجي، زدت فيه بلانات جداد والحياه تستمر. انت كولف ضروري ما تاخذ الريسك في حياتك، ضروري ما تعرف تفرق بين النوع الاول والنوع الثاني. الوحيد اللي قادر يفرق بيناتهم هو رجل السيجما الحقيقي. فوقاش انت غتعرف تفرق بيناتهم؟ فاش غيكتمل النموذج السيجما في الداخل ديالك. شنو اللي غيخليه يكتمل؟ غيكتمل النموذج السيجما في الداخل ديالك فاش غتطبق هاد الخطوات اللي غنعطيك دابا. ديما تلاح تجارب جداد، تعلم كيفاش تتعامل مع الالم اللي غينتج على هاد التجارب. ديما تعرف على ناس جداد، ما نحتاجش نقولك يكونوا ناس ذو قيمه عاليه. دخل في محادثات عميقه معاهم وحاول تفهم الشخصيه كل واحد فيهم. بالتكرار عامين 3 سنين غتولي عندك خبرة في التعامل مع الناس، وكل ما كبرات هاد الخبرة كل ما غيزيد ينضج السيجما اللي في الداخل ديالك بخصوص هاد الجانب ديال كيفاش تقرا الناس. هاد الموضوع مهم وجدي بزاف، كنتمنى نكون قصو من كاع الجوانب. دوينا لحد الان على جوج صفات كينجذب ليهم السيجما في البنت وكيشكلوا الجانب ديال انها كتكون راجل مورا ظهرو. دابا غندوزو للصفات اللي كيشكلوا الجانب ديال انها كتكون بنت في الحضور ديالو. ثالث صفة، ما كتحشمش فاش كيتعلق الامر بكل ما يخص العلاقه الجنسيه بينها وبين شريك الحياه ديالها. الحشمه فيها جوج انواع، كاينه الحشمه الايجابيه واللي هي الحياء والعفه ديال البنت فاش كتكون مع عامه الناس. هاد البلان زوين بزاف وكيعطي واحد اللمسه مختلفه لشخصيتها. وكاينه الحشمه السلبيه فاش كتكون البنت كتستحي من شريك الحياه ديالها. راه كاين هاد النوع ديال البنات، وكاين العلاقات اللي وصلوا للطلاق بسبب بحال هادشي. بالنسبه للسيجما ضروري ما تكون شريكة الحياة ديالو في قمة الراحة ديالها فاش كتكون متواجدة معاه. يعني كدوي وكتعبر في اي موضوع بغات كيما كان نوعو وما كاينش غرام ديال المشكل. بزاف د الازواج علاقتهم متوترة غير حيت ما كيدويوش، ما كيقدروش يجلسوا مع بعضياتهم، هي تقول له شنو كيعجبني هو يقول لها شنو كيعجبني، كل واحد يدير الاخر داكشي اللي كيعجبو مادام انه ما كيديروش شي حاجه حرام، وصاف تسلاو المشاكل. العلاقه الجنسيه كتعطي واحد اللمسه خياليه وكتاثر بشكل كبير على كاع الجوانب الاخرين ديال العلاقه الزوجيه، سواء تاثير ايجابي ولا سلبي على حساب كي كيتعاملوا مع بعضياتهم. بخصوص هذا الجانب هذا السيجما ما غيرتاحش لديك البنت اللي غتبقى ديما تخبى موراه وتسناه يبدا. السيجما غيرتاح لديك البنت اللي كتصرف معاه بقمه العفويه وما كتخافش من انها تعبر على الرغبات ديالها. السيجما كيرتاح للبنت اللي كتفهم الاحتياجات ديالو وكتعرف كيفاش تخلق تجربه مرضيه ليهم بجوج. السيجما هو افضل قائد، ولكن ما كيبغيش يكون ديما مسيطر، وخاصه مع شريكه الحياه ديالو. نقدروا نعتبروا هذا البلان نقطة قوة كيعطيها السيجما للبنت اللي هي معاه. البنت اللي ناضجة غتفهم، غتستغل هذا الكادو اللي عطاها احسن استغلال، وغترد من العلاقة الزوجية ديالهم افضل علاقة. البنت اللي برهوشة غتشوف هذا البلان على انها نقطة ضعف، غتحاول تركب عليها وتحطم حدود الاحترام. هنا هو غيحطم العلاقة كومبلي، حيت غيفهم ان الاختيار ديالو ليها كان اختيار خاطئ، وما يمكنش ان السيجما يسمح لراسو يبقى مع الشخص الخاطئ. رابع صفة، كتدفعو لانه يخلق افضل نسخة من نفسه. كما كنعرفوا على السيجما اكثر ما كيهمو هو انه يطور راسو ويخلق افضل نسخة من نفسه. هذا البلان مهم بالنسبة ليه وعنده دور كبير في ان السيجما يكون فرحان. البنت اللي غيختارها السيجما ضروري ما غتكون فاهمة هذا البلان وفاهماه مزيان. البلان ديال انه يكون معك شي شخص كيقولك هضره زوينه كيشجعك وكيدعمك، الشغف ديالها هو الشغف ديالك، الهدف ديالها هو انها توصل معك للاهداف ديالك. واحد البلان اللي زوين بزاف. السيجما كيعرف القيمه ديال هادشي وكيتعامل مع ديك الانسانه بافضل الصفات اللي فيه، الصفات اللي كترد منه افضل شريك حياه.
حتى لنا الوولفز غيكون تسالى الفيديو. شكرا بزاف على وقتكم، لي لايك ديالكم، لي كومونتير الزوينين ديالكم اللي كتشجعوني فيهم باش اني نكمل في هادشي، لي كومونتير اللي كتنتقدوني فيهم باش اني نطلع من النيفو ديالي. كنبغيكم كاملين وتهلاو.